فكرة إنه من أكتر الحاجات اللي بتهون علينا الضغوطات أو الفترة الصعبة إن أنا أبقى عارف إن اللي أنا بعدي بيه ده مؤقت. It's temporary. فكرة إن أنا أحس إن هي حاجة هتفضل مدى الحياة، دي المشكلة، ودي اللي بتدخل الشخص في اكتئاب. وبقى الحاجة اللي أنا بقعد بجد أو قعدت اتكلمت مع نفسي يمكن فيها من سنين، إنه أنا متأكدة وعندي يقين كامل لأنه ربنا أقسم بده إنه كده كده أنا رزقي جاي، فليه أقعد أنكد على نفسي في الفترة دي؟ وكده كده لما هيجي رزق أقعد أقول طب يعني ما عشتش بقى الفترة اللي كانت فاتت دي. وهديكم مثال واتقالت لي عامة من حد كده في وشي كده حقيقي. كانت بتقول لي إنه هي لما تمت 25 سنة كانت بدأت تكتئب بقى وحاسة إنه هي عايز تتجوز وبتاع وكده، وقد كان يعني جوزت في نفس السنة. ولكن بتقولي ساعتها قعدت أقول يعني ليه كنا نستمتع كان عندنا وقت وحاجات نعملها كتير قوي لو كنا استمتعنا، وكده كده رزق جه. فهي دي الفكرة، لو أنا عندي يقين كامل إنه رزق ربنا سبحانه وتعالى كده كده هيجيلي في الوقت المناسب اللي أنا أكون فيه prepared، أنا فيه جاهز، هبقى مطمن. وده مش معناه إن أنا مش هتضايق، عشان ما تفكروش ان انا بقول لكم او بقلل من وجعكم، لا طبيعي هتتضايق لو انا بتكلم عن اي رزق معين فانت عندك احتياج لده، فطبيعي لحد ما يجي مش هبقى اكتر حاجه ستيبل، ولكن احاول استمتع على قد ما اقدر.